السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد في قناه كريبتو نايت. الفتره اللي فاتت كنت قاطع لمده كده مش عارف حوالي 5 ايام 4 ايام، وكنت قايل لكم قبليها ان في نزول يعني من المناطق دي، وفعلا حصل بالفعل. يعني الفيديو اللي فات كان في الحته دي في الشمعه دي بالظبط. كنت قايل لكم ان احنا كونا نموذج البيرفلاج، فاحنا في الغالب المفروض يعني لو ما نزلناش بالظبط هننزل نكسر، يعني اللي هو الدلائل بتقول ان احنا ننزل نكسر الترند اللي كان هنا والدعم ده، فاحنا في الغالب مكملين في الطريق ده وهننزل لحد هنا لحد مناطق دي. احنا في الغالب رايحين لمناطق ال70 75 ألف. قلت لكم ده في الغالب، لكن هو لحد الآن بيعمل ايه البيتكوين؟ يعني بص، يعني الحركات اللي بيعملها دي، هو نزل كسر فعلا وسبت تحت شمعة، في الشمعة دي سبت تحت، أغلق تحتيها، فدي إشارة سلبية. هو بقى قاعد يعمل ابن الذين كل شوية يطلع وينزل، يطلع وينزل، يعني شمعة بنت حرام. بص الديل عامل ازاي، لكود الناس كلها وبعت الناس كلها. الناس كانت ايه، كان لما يطلع تاني تقول لك خلاص طلعنا، تروح مشترين واخد بيهم ونازل تاني. نفس الكلام، يطلع شيرين ناخد بيهم ونزل تاني. شايف كمية اختبارات للترند ده، كمية غبية جدا بالنسبة لي أنا، فدي إشارة سلبية الصراحة. يعني أنا شايف إن دي إشارة، وإن إحنا أغلقنا تحتها وما أغلقناش فوقها، دي تدل إن إحنا في الغالب نازلين. يعني للأسف، هو مش للأسف، يعني إن أنا عارف، يعني كنت متوقع الحركة وقايل لكم، فالاستفاد يعني اللي هو حتى طلع شوية راس مال بتاع. دلوقتي برضو في فرصة حلوة، لو عايز إيه تلحق نفسك شوية ممكن تخلي سيولة احتياطي. مش هقول لك نازلين يا عم وأكيد وبتاع، خلي في احتياطي إن إحنا لسه برضو بنلعب في المنطقة الخطيرة دي. في نسبة واردة جدا طبعا نطلع فوق نسبة، بس المعطيات اللي هو عملنا هنا اصلا بريك اوف ستراكشر اللي هو للصعود ده، فاحنا نازلين في الغالب. وفي برضو اللي قلت لك عليه على الفريم الاسبوعي، يعني اوريك الفريم الاسبوعي دلوقتي. على الفريم الاسبوعي برضو في هنا تشينج اوف كاركتر للصعود، فاحنا نازلين. وبرضو المؤشر بتاع الار اس اي اللي هو الويكلي موفر افريج ولا ايه، كل الاشارات دي، والبنك اللي هو الفدرالي الياباني ده، ولا الفايده او خبر الفايده اليابانيه، ففي اخبار كتير قوي للاسف بتقول ان احنا نازلين. وبرضه لو خدت بالك احنا، بص احنا في المنطقه دي يعني، وفي المنطقه دي احنا عمالين نعمل تذبذب غبي، ففي الغالب يعني المفروض هننزل المنطقه دي عشان نقيس نختبر الاختبار ده، لان الدعم ده في الغالب اتكسر خلاص، ان احنا اغلقنا تحتيه وعمالين ننزل نختبر ونطلع فوق وننزل تحت. والمنطقه اللي فوق يعني فيها سيوله بيع قويه برضه شويه. نرجع للفريم اليومي. ما الفريم اليومي احنا ما نقدرش نقول ان احنا طالعين، يعني المنطقه دي اصلا فيها اوردر بيع يعني قوي برضه، فالمنطقه دي صعبه اصلا. يعني كل شويه يطلع يلمس، يسحب زي الشمعة وينزل، يسحب سيوله، يسحب زي الشمعة وينزل سيوله. دي ما لمسوش، يمكن دي ما لمسوش قوي. دي بقى ممكن تعمل ايه بقى برضه زيهم، ممكن تطلع تسحب سيوله وبعد كده تروح نازله تاني. ساعتها بقى دي مشكله، ان احنا كده عمالين نعمل اختبار للبلوك، الاوردر بلوك البيعي ده، فدي كده اشاره ان احنا نازلين في الغالب. فانا بصراحه عن نفسي انا، يعني لو حد يسالني، أنا مش نصيحه استثماريه ولا ماليه طبعا، عن نفسي انا عملت ايه لما شفت ساعه الشمعة اللي هنا دي، ولقيت ان احنا ايه خلاص فتحنا يعتبر تحتيها وخلاص وابتدينا في النزول. انا طلعت، يعتبر طلعت بنسبه كبيره خالص. هتقول لي طلعت ليه ومش طلعت ليه، ممكن نصعد ومش نصعد. طب انا هقول لك حاجه، انا من وجهه نظري دي اداره مخاطر، انا اعملها اداره مخاطر. انت لو مستثمر مدى طويل عادي خليك، يعني مش غلط طبعا، كل واحد دي طريقته. بس ما لما ننزل، لو نزلنا 70,000 ما تتخضش وتطلع، ساعتها بصراحه تبقى انت كده غلطان غلط كبير. وتعزز برضه يعني عشان ما تضيعش الفرصه. انا عن نفسي عملت ايه، انا قلت بدل ما انزل المسافه دي كلها بالشنطه بتاعتي، او النسبه بتاعتها مثلا من هنا لحد هنا، اللي هي مش عارف نسبه كام، بس يعني نقول مثلا، نفترض مثلا 30% 35%، نقول حاجه زي كده. اللي هو انا بدل ما افضل في السوق واخسر 35% وافضل ثابت لحد ما اطلع، انا ما عنديش مشكله الصراحه اضحي مثلا بنسبه من هنا، مثلا نقول نسبه، بنسبه مثلا نقول مثلا 5% 10%. انا ما عنديش مشكله اخسر ال 5 10% دول لو طلعنا بالغلط وبدانا في الايجابيه، ساعتها اعوضهم لان كده كده نبقى طالعين. لكن لو نزلنا ساعتها مش هعرف الحق نفسي. فانا التصرف بتاعي كان ايه، اللي هو انا طلعت يعتبر من السوق مستني مناطق دخول حلوه. انا شايف اول مناطق مثلا بالنسبه لي، انا عندي مناطق 80,000 وال 83، ما بين ال 83 وال 80,000 دي مناطق حلوه. وبعديها يبقى في منطقه ال 75، وبعديها يبقى في منطقه ال 70 لحد ال 60 بقى في الحالات الصعبه، لحد ال 55، حته ال 55 دي.
هو انت ممكن تسمع الكلام ده تتضايق طبعا، تقول لي لا يا عم مش نازلين ومش عارف ايه، عادي معاك انا، ده السوق ده كده كده. انا بقول لك التحليل الفني، يعني بقرا لك الشرط وبقول لك يعني ان في كذا سبب يدل على كده. عادي يعني ممكن يحصل عكس كده، بس انا اللي شايفه يعني اللي بقول لك النسبه الاعلى، لانه هنحسبها نسبه 75% نزول او نسبه 70% نزول، نسبه 30% صعود، ده بالنسبه لنا. فانا بقول لك انت يعني ايه، خد الشرط اقراه وشوف انت المعطيات بتقول ايه اللي انا بقول لك عليه. وبرضه في خبر الياباني لما طلع، يعني انت ما استغربتش ان خبر الفايده الياباني لما طلع السوق طلع؟ انا شايف دي الصراحه ايه، حركه خطيره. ليه؟ ان الخبر ده سلبي، فهو كده كده بيطلع يلاكود الناس اللي كانت فاتحه شورت، ولاكودهم فعلا، فهو حقق الهدف. فدلوقتي ايه الهدف بتاعه؟ الناس لما شافت ده حصل، ففي ناس هتخش صفقات لونج، يعني طالعين خلاص هنكسر ده ونطلع. فده يدل ان احنا ممكن في الغالب تحصل تصفية عقود لونج وننزل اكتر من كده، وده هو الاتجاه اصلا. فانت كده يبقى هم ماشيين مع الاتجاه. حاجة تاني برضو ان احنا لو طلعنا هنا في مناطق يعني سيولة بيع قوية جدا، والمناطق المقاومة دي احنا مش عارفين نكسرها لحد دلوقتي، لينا مدة محترمة يعني فيها مش عارفين نكسر المنطقة اللي هو الخضرة دي. فدي يعني مشكلة. وبرضو البير فلاج اللي حصل ده، وايه تاني، والنهاية احنا في نهاية السنة اصلا، ده خلاص ده احنا داخلين على نهاية السنة، يعني هو في منطقة نهاية السنة يعني في الفترة دي. الشركات بقى اللي بتقفل ارباح مش عارف بتعمل ايه، والناس اللي بتسحب فلوس للبتاع ده وكده وكده. ففي كذا حاجه يعني عامه اللي هو بتحتاج سحب سيوله من السوق. وكمان الخبر بتاع الفايده الياباني ده هيقلل السيوله في السوق. ليه؟ لان الناس مثلا اللي كانت ساحبه قروض مثلا هتبتدي تسد فيها مثلا بتاع ده، فهتضطر تسحب من السوق اللي كانوا حاطينه عشان يسدوا البتاع ده، بدل ما السوق ينزل ويخسروا. اداره مخاطر طبيعي، يعني لو هو تقول لي ما تسعر من الاول، اقول لك لا ما تسعرش. ان هم كده كده بعيدا عن التسعيره اللي اتسعرت في الاول، هم كده كده يحتاجوا بعد الخبر يسحبوا الفلوس عشان يسدوا الديون اللي عليهم، ان الفايده عليت. فده كده كده ده المفروض تحصل، بس بعد الخبر يبقوا مجبرين يعملوها يعني. فدي برضو اشاره سلبيه. وبرضو في نفس الوقت احنا في نهايه السنه، فما توقعش يعني هيجي في اخر السنه كده اللي هو الناس كلها مش فاضيه للسوق اصلا ومش بصاله، او مش يعني مش بصاله، بس في ناس هتلاقيها يبقى سحبت سيوله. فالسحبه دي في الغالب يعني شايفها بصراحه يعني في احسن الحالات هننزل 75 ونطلع تاني. 80 ده في المتفائل منه خالص يعني، بس انا مش عارف. انا اقول لك بقى انت تعمل ايه مثلا، يعني هقول لك وجهة نظر انا مش تعملها طبعا، لو براحتك. شايف ان انت لو في السوق ومش عايز تطلع وعايز تفضل موجود، تعمل ايه بقى؟ تبقى عامل حسابك ان احنا ممكن ننزل لمناطق ال55، تمام؟ عقلك يعني يبقى متقبل الفكرة دي، ان احنا ممكن ننزل لل55. في نفس الوقت لو نزلنا ل55 يبقى انت معاك سيوله تعزز في المناطق دي. طب انا معيش سيوله دلوقتي مثلا، انت معكش سيوله، هقول لك في موقف حلو. يا اما تنزل بقى النازله دي وما تستفادش منها وتطلع وتفضل قاعد في السوق فتره طويله من بلا هدف لحد ما نطلع تاني، لو انت معكش سيوله تعزز. يا اما بقى تبيع شويه مثلا كده احتياطي، يعني مش اللي هو هتشوف حاجه كسبان فيها مثلا، او السعر دلوقتي اعلى من المتوسط اللي انت داخل فيه، تقوم هي تقوم بايعها وتخلي معاك سيوله يو اس دي تي يو اس سي بقى اي حاجه بقى. فانت لو حصل نزول تعرف تشتري باسعار حلوه وتعمل صعود. طب انا دلوقتي مش عايز اطلع ومش معايا عزز، كده انت بقى هتضطر ايه؟ عادي مش مشكله، مش غلط لو انت مستثمر مدى طويل وبتعزز في كل الاوقات، او مش هتعزز الفتره دي بقى ما اعرفش انت، بس اللي هو ايه، اوحش حاله ان انت تفضل في السوق وتخاف هنا وتطلع كده، انت خسرت بمعنى الحرف ومش طالع. يعني بص، يعني انت عملت اوسع حركه في السوق، يعني انت اشتريت عالي وبعت واطي خالص، فما تعملش كده خالص يعني. فانت ايه، هيئ نفسك ان احنا ممكن ننزل بقى. خد انت بقى قراراتك مع نفسك بقى، سواء انت هتعزز ساعتها، هتطلع شويه دلوقتي، هتطلع خالص دلوقتي. ده غلط ان انت ممكن تطلع خالص دلوقتي وانت مش فاهم تحليل، الا لو انت ايه يعني ده مسؤوليتك الشخصيه. في كذا حاجه انت ممكن تعملها يعني، بس انا شايفه ايه اللي هو خليني بقى في السليم بدل ما ننزل. انا ايه مثلا عن نفسي ممكن اعزز تحت، بس طلعت شويه مثلا بتاع بس طلعت كله ده بعيدا عني انا، بس انا بقول لك مثلا اللي ايه اللي انا ممكن اعمله. فانت خلي برضو عندك اداره مخاطر في الحته دي. احنا عادي ممكن ننزل هنا ونعمل نموذج راس وكتف هنا، دي مش هتقول لك لا يعني بقول لك. فاحنا مش غلط ان احنا ممكن ننزل هنا ونطلع تاني، بس في الغالب ممكن ننزل لحد الاوردر بلوك اللي بقول لك عليه ده، عشان كده كده المفروض نروحه زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات. يعني حاول تسمع برضو، هتستفاد منه وهتفهم انا كان دماغي فين ساعتها لما قلت لك نازلين. لو نزلنا هنا دي هتبقى حاجه ايجابيه بالنسبه لنا قوي، عشان النزله القويه دي بتدل ان احنا لسه ممكن ده يكون سوبر سايكل ويكون اطول من السايكل العادي،
وساعتها البيتكوين ممكن يطلع يعمل قمة جديدة ونكمل السايكل، وساعتها يجي الإيثر والسيزون بتاع الإيثيريوم يعني، والالت كوينز والحاجات دي. هتقول لي ليه يا عم ومش عارف ايه، خلاص احنا نزلنا ومش نزلنا. اقول لك يعني في مؤشرات كده بتدل ان احنا مثلا ما طلعناش. يعني مثلا الايثيريوم لحد دلوقتي ما وصلش 5000، والالت كوينز في قاع القاعان، البيتكوين بس اللي طلع. والبيتكوين دلوقتي لحد دلوقتي ما فيش حاجه تدل 100% ان هو خلص في الموسم بتاعه لسه. احنا لو نزلنا هنا وطلعنا تاني، هل حد يقدر يقول لك احنا كده؟ لا لا، ممكن عادي يكون ده مثلا يقول لك ده ميني بير ماركت حصل خلاص، ان احنا بيقول لك المؤشر بقى بتاع ال 15 ويكلي موفينج افريج والكلام ده ومش عارف والاخبار ومش عارف والشينج اوف كاركتر. ما احنا ممكن ننزل هنا ونمشي شويه مثلا اسبوعين بقى، سواء اسبوعين شهر بتاع، ونطلع تاني. ساعتها يقول لك ده كان البير ماركت او كان ميني بير ماركت بقى، ما حدش عارف يتكلم معاهم، انت فاهم؟ بقول لك فالحته يعني فهمت المرحله دي ايه، مش معروفه ساعتها لو نزلنا. بس ان انا شايف ان احنا لو نزلنا هنا ده من احسن مناطق الشراء يعني. لو انت تشتري هنا احسن ما تشتري فوق اكيد. ف دير مخاطرك، خلي بالك، خليك مراقب المنطقه دي برضو، ان احنا عمالين نختبر مناطق مهمه في الدعم والمقاومات مهمه. فبس كده. يعني دلوقتي بص الشمعة فتحت ايه على احمر بس مش هتفرق قوي يعني. بس ف يعني تابع برضو المنطقه دي وشوف اللي هيحصل. لو انت مثلا مستني، مثلا استنى الاشاره هنا لما نبتدي نكسر ونثبت تحتيها، ساعتها ممكن مثلا لو انت مستني عايز تاخد تاكيد خالص ممكن هنا. من الفيديو ده ممكن بعد كده تلاقي دي طلعت فوق وكسرت وطلعت، مش غلط يعني. ده مش يعني مش بقول لك السيناريو، انا بقول لك اللي هو السيناريوهات المتوقعه والدلائل بتاعتها. لو حصل كده انا بصراحه هستغرب لو طلعنا، يعني انا هستغرب. مفيش اي حاجه تدل ان احنا طالعين. فبس كده، اتمنى تكون استفدت. لو استفدت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ويلا السلام عليكم.